السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لأنني بلغت 80 من العمر يجب أن أركن على الرف؟ هل انتهت حياتي؟ الكلمات دي الحزينة والملهمة صرخ بيها الدكتور علي فخري، أستاذ نظم المعلومات الإدارية. بعد سنوات طويلة من العطاء لقى نفسه لوحده بين جدران بيته رغم كل اللي قدمه لعيلته وطلابه. الراجل ده أفنى عمره كله في العمل والتدريس، ما كانش يتخيل إنه هينتهي بيه الحال إنه يبقى لوحده بلا صوت بلا رفيق، عشان يطلب من متابعيه على الفيسبوك المساعدة في اختيار دار مسنين. أيوة زي ما سمعت، دار مسنين، عشان يقضي فيها الباقي من عمره وسط ناس يفهموا شعوره. الدكتور علي فخري عاش حياة مليانة بالعمل والتضحية. في سنوات شبابه سافر بره زيه زي أي أب عايز يأمن حياة أفضل لولاده. بعد كده ساعد ولاده على الهجرة والاستقرار في أمريكا، وهم الآن بيعيشوا في أمريكا مع أسرهم وشغلهم. الدكتور علي رجع مصر سنة 2005 بعد رحلة طويلة من العمل في أكتر من دولة، وبدأ مرحلة جديدة كأستاذ جامعي قضى فيها 15 سنة بيقدم خبراته لطلابه في مصر. لكن بعد التقاعد اتغيرت حياته 180 درجة. بيقول الدكتور علي: أنا دعمت ولادي ووفرت لهم حياة كريمة، هم ما قصروش معايا، لكن الحياة خدتني من كل حاجة. لما رجعت مصر كنت بحاول أبدأ حياة جديدة، لكن الوحدة كانت أقوى مني. لما تبص لحياة الدكتور علي هتلاقيها صورة متكررة لكتير من الآباء والأمهات. سنوات طويلة من العمل والتعب والتضحية تبذل بلا مقابل سوى تأمين حياة كريمة لولادهم. بيقدموا شبابهم وصحتهم وأحلامهم في سبيل بناء حياة مستقرة لولادهم، وفي لحظة معينة بيلاقوا نفسهم لوحدهم وكأن الحياة لم تبقي لهم شيئا. قرار الدكتور علي بالانتقال إلى دار مسنين ما كانش هروب من الواقع والحياة، بالعكس كان خطوة شجاعة منه للاعتراف بحاجته إلى ونس، إلى حياة اجتماعية. في منشوره المؤثر كتب: إقامتي لوحدي أصبحت مزعجة، أنا مش عايز أعيش لوحدي في بيت فاضي. دار المسنين مش ضعف، أنا عايز ونس. القرار ده خلى ناس كتير تسأل: هل طلب الأب أو الأم دخول دار مسنين خطأ؟ الدكتور علي بكل صراحة ووضوح جاوب: مش غلط ومش تقصير، ولادي بيكافحوا وده حقهم، لكن أنا كمان من حقي أعيش حياة تناسب عمري مع ناس يفهموا إحساسي. الاعتراف بالحاجة للتغيير حتى لو كان في المرحلة العمرية المتأخرة دي مش ضعف، بالعكس شجاعة بتظهر وعي الإنسان وحاجته الحقيقية ورغبته إنه يعيش في حياة مليانة كرامة وسلام. لكن نتبقى السؤال الأصعب: إحنا فين من آبائنا وأمهاتنا؟ هل إحنا مدركين فعلا حجم العطاء اللي قدموه؟ الأب والأم مش بيستنوا مال ولا هدايا، بيستنوا كلمة طيبة، تواصل، شعور بأن وجودهم لا يزال له قيمة في حياتنا. سنوات طويلة قضوها في تقديم كل اللي لديهم. فهل من المعقول ان احنا نسيب اللي ادولنا كل حاجة، نسيبهم يعانوا الوحدة في النهاية؟ نرجع للدكتور علي. رغم ان ولاده عايشين في امريكا ومش قادرين يرجعوا مصر بسبب حياتهم، بس لمسة جميلة من طلاب الدكتور علي اللي اثبتوا ان علاقته بيهم كانت قوية بما يكفي عشان تستمر سنوات طويلة بعد التقاعد. بيقولوا الدكتور علي: طلاب كتير بيسألوا عليا وبيجوا يزوروني، ده خلاني أحس إن حياتي لسه لها معنى. علاقتي بيهم هي أجمل حاجة عملتها في حياتي. قصة الدكتور علي مش مجرد قصة راجل عانى الوحدة، بل هي صرخة لكل من يعتقد إن العمر بينتهي عند سن معين، أو إن العلاقات الإنسانية رفاهية. الحياة مش بتتقاس بعدد سنواتها، بتتقاس بما فيها من حب وونس ودفء. الأب والأم هما مصدر الحياة والأساس اللي قامت عليه حياة الأبناء. فهل يعقل إن احنا نسيب قلوبهم تثقلها الوحدة؟ هل
من الممكن أن نترك من قدموا لنا كل شيء يعانون الوحدة؟ الإجابة عندنا كلنا، ولكن المهم إن احنا نفتكر إن وجودنا في حياة من نحب هو أثمن ما يمكن أن نقدمه لهم. العلاقات الإنسانية هي اللي بتفضل، أما الباقي مجرد تفاصيل. قصة الدكتور علي هي صرخة في وجه الوحدة، ودعوة لينا كلنا عشان نعيد النظر في علاقتنا مع كبار السن، لأن الحياة زي ما قلت مش بتتقاس بعدد سنواتها، بتتقاس بما فيها من حب وونس ودفء. ولو كان عندنا القدرة إن احنا نكون مصدر دفء وسعادة لمن نحب، ليه نبخل عليهم بده؟ وافتكر كلمتي كويس، اوزنها بعقلك قبل ما تخطيها برجلك، اوزنها بعقلك قبل ما تخطيها برجلك. لو عجبك الفيديو وبتشوفنا من على الفيسبوك اعمل لنا لايك وشير، ولو بتشوفنا من على اليوتيوب اشترك في القناة وفعل زر الجرس. كانت معكم سارة نبيل، دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.